أسرع مشروب لنفخ الخدود وزيادة الوزن قبل العيد. من أقوى المشروبات اللي بتزود الوزن بسرعة رهيبة جدا، لأنه بيحتوي على سعرات حرارية كبيرة، بيساعد على تسمين الوجه ونفخ الخدود وتسمين الجسم. المشروب ده صحي ومفيد جدا يا بنات، ينفع للكبار وللصغار. هيساعد على تسمين الجسم والوجه خلال 3 أيام بس. هيعالج معاكي النحافة، هيزود الوزن بطريقة سريعة. كمان بيزود معانا مناطق الأنوثة، صدر وأرداف. ده غير كمان ان هو ممتاز جدا في فتح الشهية. يلا يا حلوين، قبل ما نبدأ ياريت تدعموني بالضغط على زر اللايك وكمان تشتركوا في قناتي. ويلا بينا على أول مكون. اول حاجة هنبدأ نعملها يا بنات، هنبدأ نجيب كوباية كاملة من اللبن. اللبن ده هيكون كامل الدسم، وكمان تقدروا تستخدموا في الوصفة دي المية لو مش متاح عندكم اللبن، بس عشان نستخدم اللبن هيدينا نتيجة اسرع زي ما احنا متفقين. هنبدأ نجيب اللبن بيحسن معانا الهضم، مليان سعرات حرارية رهيبة جدا، ده غير الدهون الصحية اللي موجودة فيه اللي بتساعد على تسمين وزيادة الوزن بطريقة سريعة. هنبدأ نغلي كوباية لبن كاملة ونغليها جامد على النار، وبعدين هنضيف المكون التاني اللي معانا وهو الحلبة. الحلبة رهيبة جدا للتسمين، بتفتح الشهية وكمان بتعالج مشاكل الهضم، بتزود الوزن بطريقة سريعة جدا، ممتازة يا بنات لعلاج النحافة. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نجيب بذور الحلبة من العطار بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعدين هبدأ اخد حوالي معلقة ونغسلها كويس جدا، وبعدين هنبدأ ناخد المعلقة دي وهنبدأ نحطها على كوباية اللبن. تقدروا كمان تاخدوها على النار لمدة دقيقة واحدة وتبدأوا تسيبوها، يعني ينفع نستخدمها بالشكل ده، وينفع كمان نحطها على النار لمدة دقيقة واحدة وبعدين ناخدها. هنا هنبدأ نحط معلقة يا إما من السكر يا إما من العسل. المهم إن احنا نضيف حاجة تزود بيها السعرات الحرارية كمان، ولو متاح عندنا لبن بودرة نبدأ نحطه على الوصفة، هيزود معانا من السعرات الحرارية اللي احنا هنستخدمها في الوصفة. هنبدأ نغطي الكوباية دي لمدة 3-4 دقايق وبعدين نشربها. هنستخدم الوصفة دي مرتين 2 في اليوم، مرة هنشرب الكوباية دي بعد الفطار ومرة بعد العشاء مباشرة. الوصفة رهيبة يا بنات، والنتيجة بتاعتها خطيرة للبنات اللي ما بتحبش ريحة الحلبة في الوصفات. تقدروا تضيفوا على المشروب ده يا اما ورقة من النعناع او ورقة من القرنفل، هتضيع معاكم الريحة تماما وهتديكم نتيجة حلوة جدا. لو حابين وصفات تانية عن تسمين الجسم وكمان تسمين الخدود ونفخ الخدود، اكتبولي في التعليقات وان شاء الله نبدأ نقدم وصفات تانية. ولو عجبتكم الوصفة دي ياريت تدعموني بالضغط على زر اللايك وكمان تشتركوا في قناتي لو اول مرة اصلا تشوفوا القناة. وما تنسوش يا بنات تعليقاتكم اللي بجد بتفرحني جدا وبتحفزني وبتخليني اكمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. ومع السلامة.